السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هي أعظم كنوز وأسرار الصلاة على النبي في يوم الجمعة؟ نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك يا حبايبي إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات ومن أعظم العبادات التي نتقرب بها إلى رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى وجل جلاله. لو ربنا سبحانه وتعالى بيتعامل معنا في مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كمعاملة سائر العبادات أو سائر الحسنات أو الأعمال الصالحات، يعني الحسنة بعشر أمثالها. لو صليت على النبي مرة تاخد 10 حسنات، أو خليها زيادة شوية، خليها 100 حسنة أو 1000 حسنة. لكن المولى عز وجل جعل ثواب الصلاة على النبي ثوابا مخصوصا ملوش علاقة ببقية العبادات. بمعنى ان لو صليت على النبي مرة ربنا مش بيكافئك عليها حسنات، لكن بيكافئك عليها ان المولى عز وجل سبحانه وتعالى يصلي عليك 10 صلوات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات. يا خبر أبيض! طب إيه معنى صلاة المولى عز وجل على العبد المؤمن؟ يعني إن ربنا يثني عليك بين ملائكة السماوات السبع ويرحمك، يبقى الثناء والرحمة. شوف بقى لما تفوز برحمة ربنا وربنا سبحانه وتعالى يثني عليك بين ملائكة السماوات السبع. يعني أنا وأنا قاعد دلوقتي لو قلت مثلا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقينا الآن الله عز وجل من فوق 7 سماوات صلى علي 10 صلوات. وفوق ده كله بقى إيه؟ بالجمع بين الروايات بأن من صلى على النبي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات ورزقه 10 حسنات ويعني وغفر له 10 خطيئات ورفعه في الجنة 10 درجات. تخيلوا بقى الخيرات دي كلها. فوق ده كله كمان ان من اعظم اسباب مغفرة الذنوب وتفريج الكروب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث اللي رواه الترمذي بسند صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، إن هو قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك. قال أهل العلم: أي إني أريد أن أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. خير ليك أنت، مش لي أنا مش محتاج صلاتك، أنت اللي محتاج أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عشان تفوز بكل الخير ده. قال: فإن زدت فهو خير لك. قال له: أجعل لك الربع؟ قال له: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال له: الثلث؟ قال له: النصف؟ قال له: الثلث، لحد ما وصلها في النهاية إن الساعة اللي هيقعد يذكر فيها ربنا. قال له: إذن أجعلها صلاة عليك يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذن يعني لو عملت كده إذن يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. الله أكبر. عندك مشكلة، عندك دين، عندك أي حاجة حصلت لك وعن تجربة، والله عز وجل لا يجرب، لكن بقول لك عن تجربة فعلا إن أنت لو اتحطيت في أزمة أكثر من الاستغفار ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسترى كل الخير بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت وفي كل حين، في الليل في النهار، وانت خارج، وانت ايه اللي هيعطل لسانك؟ وانت راكب العربية، ايه المشكلة لما تمسك المسبحة اللي هي العداد الصغيرة دي اللي ما بتبانش، بتبقى ايه في الصباع كده وحاططها في ايه في جوف اليد كده ومحدش شايفها، لا فيها رياء ولا اي حاجة، وتقعد كده تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. رايح مشوار في ظل الإشارات والزحام اللي احنا فيه، ممكن تصلي على النبي 1000 مرة في مشوار واحد بس، فيصلي المولى عز وجل عليك 10,000 مرة. 10,000 مرة، أي والله العظيم. تخيلوا. لكن الصلاة على النبي في يوم الجمعة بالذات لها مزية خاصة أيضا عن الصلاة على النبي في أي وقت، مع أن الصلاة على النبي في أي وقت لها ثمرات عظيمة جدا وكنوز وأسرار عظيمة جدا، لكن في يوم الجمعة ده يعني وضع مخصوص جدا طلبه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الخير لنا بفضل الله. في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة،
فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه قبض يعني مات، وفيه النفخة، وفيه الصعقة اللي هي نفخة الايه، نفخة الصعق ونفخة البعث يوم القيامة، وفيه الصعقة. فأكثروا فيه من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة علي. فقال رجل: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يعني أصبحت يعني ترابا. فقال صلى الله عليه وسلم يعني بليت. فقال صلى الله عليه وسلم يعني قال: إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. الراجل بيسأله بيقول له: يا رسول الله، إزاي بتبلغنا صلاتنا عليك يا رسول الله وإنت خلاص أرمت؟ يعني إيه؟ يعني أصبحت ترابا، يعني بلي الجسد، خلاص فني الجسد. فقال له: إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فالأرض لا تأكل أجساد الأنبياء أبدا. يبقى لو صليت على النبي في يوم الجمعة بالذات، خد بالك، صلاتك تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم. يدخل الملك يقول له: يا رسول الله، فلان ابن فلان أو فلانة بنت فلان، ما فيش حاجة بقى اسمها فلان ابن فلانة أو فلانة بنت فلانة، ادعوهم لآبائهم. مشهور عندنا جدا، يقول لك: ادعي لي يا شيخ فلان، ادعي لي، أنا فلان ابن فلانة أو أنا فلانة بنت فلانة. لا، ما فيش حاجة اسمها كده، ادعوهم لآبائهم، هو أقسط عند الله. ويوم القيامة لما الملائكة بتنادي علينا عشان نعرض على الله، الملك بيقول: أين فلان ابن فلان؟ ما بيقولش ابن فلانة. تمام؟ هيا للعرض على الله. تمام كده؟ يبقى إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم بيخبر ان الارض حرم عليها ان تاكل اجساد الانبياء. فكل ما نصلي على النبي يوم الجمعه، الملك يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، فلان ابن فلان صلى عليك يا رسول الله، فلانه بنت فلان صلت عليك يا رسول الله. شوف قد ايه. فلما يذكر اسمك امام النبي صلى الله عليه وسلم، تيجي يوم القيامه بقى وانت بتشرب من حوض النبي بشرط ألا تكون ممن ابتدع في دين الله، أو ممن أنكر سنة رسول الله، أو ممن حرف في شرع الله أو في هدي رسول الله. لأن كل المؤمنين هيشربوا من حوض النبي إلا الذين أحدثوا، الذين ابتدعوا في دين الله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث رواه مسلم، قال: لا يزادن أقوام من أمتي عن الحوض فأقول يا رب إنهم من أمتي، فتقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك يا رسول الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير. فأهم حاجة خد بالك: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. يبقى حبايب قلبي، نكتر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت وفي كل حين، وخصوصا في يوم الجمعة، لأن فيها كنوز وأسرار عظيمة جدا لن تعرفوا قدرها إلا حينما تلقوا النبي على الحوض، وإلا حينما نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى للحساب يوم القيامة، وإلا حينما نكون في صحبة النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.